كي شفت القصة تاع عبد الرحمن عرفت باللي ساي شغل الناس ما راهيش كاينة رحمة في قلوبهم. ما يعرفوا لا الأخضر ولا اليابس، ما يعرفوا لا الطيب ولا القبيح. هذا الأخ اسم تاعو عبد الرحمن، يبلغ من العمر 28 سنة، من ولاية باثنا. التخصص تاعو هو طبيب بيطري، قرا في الجامعة العليا بيطرية وكمل له كل شيء. عنده عامين وهو في هذا الضمان، يعني عامين وهو يخدم بيطري. فتح عليه ربي منزل، منها يخدم ومنها دير كابينة فيها، يعني شغل يخدم فيها ويرقد فيها في نفس الوقت. في نورمالمون في برج الكيفان درقانة. لا علينا في 29 جويلية خرج على 6 الصباح، ما لبانش وين رايح. مهم صابوه في طريق أخضرية داير أكسيدون في ولاية البويرة. حسب المشورات المتداولة ولا التصريحات اللي قالوها الناس، يعني الناس كي جاو ثم فايتين على طريق حسبوا جاو الأكسيدون نورمال عادي، شغل لقاو الدم ثم كل شيء مخلطة وكاع. مي راهم يقولوا باللي لقاوه يعني شغل منه مذبوح من الوريد إلى الوريد، وحتى الأخ تاعو قال باللي لقاوه مذبوح. لحد الآن يشغل ما كان حتى متهم، لأنه ما خلى حتى اللي طراس مورا. يعني شغل الشخص كيما هذا شغل الخدمة تاعو رحيم، يعني شغل يرحم اللي راهم في الأرض. يعني طبيب بيطري تاع حيوانات، قطط، كلاب، يعني أي حيوان تجيبه مضرار هو يداويه. وشو معايا سبحان الله الصدفة، يعني اسم على مسمى عبد الرحمن، شغل رحيم في الأرض على الحيوانات، على البهائم، على اللي ما عندهم حتى حاجة باش يفكروا ولا باش يعالجوه، هو اللي يعالجهم. يعني الخدمة تاعو بليزير، شغل بليزير بعيدا عن المهنة. الخدمة تاعو بليزير، ينقذ الحيوانات، يداوي، يدير قاع صوالح. انا شغل اول مره كشفت القصه تاعو قسما بالله لا غير في وجهه صح غير، يعني البراءه في وجهه. ربي يرحمه ان شاء الله.